بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن ازاي انسق صفحة للطباعة. يعني انا عندي ورقة كتبتها، عايز ابتدي انسقها عشان اخليها جاهزة للطباعة. انا عندي دلوقتي جدول مرسوم زي كده، عايز اطبع الجدول ده. اطبعه ازاي؟ انا دلوقتي لو اديت امر طباعة ممكن يطلع لي اكتر من 25 ورقة، ومن ضمنهم الجدول ده، بس هيبقى برضه في ورقة صغير جدا. طب اعمل ايه عشان اتخطى المشكلة دي واطبع الجدول ده بس؟ اول حاجة بحدد الصفحة بتاعتي، اقول عرض معاينة فواصل الصفحات. كده يبقى انا عارف ان انا دلوقتي بشتغل على الصفحة الوحيدة اللي عندي دي. طب هو خد دلوقتي افتراضيا خد وضع الجدول نفسه. انا عايز اخلي فيه سطرين فاضيين او مكبر من تحت كده العلامة الزرقاء بتاعتي دي. برضو لو عايز عمود زيادة بقوم واخد العمود دوت، خد له خلية كمان زيادة كده. نيجي بعد كده، عايز اشوف شكل الجدول ده ايه قبل ما اطبعه، اقوم رايح لمعاينة قبل الطباعة. واخدين بالنا دلوقتي الجدول، ادي الصفحة الاي 4 اللي عندنا. الجدول بتاعنا صغير جدا بالنسبة لمساحة الورقة، وشكله كده مش ظريف. طب اعمل ايه؟ ابتدي ادخل جوه اعداد الطباعة. بعد كده اقوم واخد الهوامش بتاعتي اقللها. الهوامش دي اللي هي الهامش العلوي، الهامش السفلي، اليمين الايسر، اليمين، اقللها. يعني مثلا ده بدل ما 2.5 ممكن اخليه 1.5 او 1. برضو الاسفل خليه 1، الايمن خليه 1، وهكذا. تسجيل برضو، هنا اخلي التوسيط افقي واقول موافق، ونشوف كده دلوقتي شكل الجدول هيبقى عامل ازاي. الجدول جه عندي في نص الصفحة وبرضو ارتفع شوية. طب انا عايز املى بيه المساحة بتاعتي بتاعت الصفحة بتاعتي. ممكن ادخل على اعداد، برضو هي وبدخل على الصفحة، بقول له اعمل لي الملائمة بتاعتي، بدل ما هي 100% كبرها لي شوية خليها 125%. وابتدي اتحكم في الرقم ده. اهو لقيناها كبرت شوية، ابتدي اكبر شوية كمان لحد ما احس ان الجدول بقى مناسب ليا. 140، 140، موافق. اهو كبر برضه. لسه انا حاسس ان الجدول لسه ممكن يديني، عايز املى بيه الصفحة كلها، نعمله 175. كده الجدول بتاعي كبر، بقى تقريبا مالو الصفحة. طب انا لو عايز اخليه في العمودي، برضو في عندي مساحة بيضة تحت هنا كده، عايز اكبر الجزئية دي، اخد العرض العادي وابتدي اعلم على الخلايا بتاعتي كلها، واسحب اكبر ارتفاع الخلية سنة صغيرة، واعمل معاينة. شفنا دلوقتي الجدول بقى شكله عامل ازاي عندي. كده الجدول مناسب للطباعة. مجرد ان انا ادخل على طباعة واقول له انا دلوقتي شغال في الصفحة الاولانية، يبقى اقول من 1 إلى 1. خلينا نركز في النقطة ديت. لو انا شغال في الصفحة الاولانية يبقى 1 1. افرض انا عندي صفحتين يبقى 1 إلى 2، واقوم ضاغط موافق، تطلع عندي الورقة زي ما شفناها في المعاينة بالظبط. وشكرا.